أسوأ بنت ممكن تقابلها في حياتك، اللي تعمل نفسها بتسمع كلامك قبل الجواز، وبعد الجواز تعمل عكس اللي انتوا اتفقتوا عليه نهائيا. يعني مثلا انت قلت لها انا مش بحب البنت اللي بتنزل صورها، فكان الاتفاق ما بينكم ان هي خلاص مش هتنزل صورها تاني. ونفس الفكرة في موضوع اللبس، انا بحب البنت المحتشمة اللي بتلبس واسع، حاضر يا حبيبي علشان خاطرك هلبس الخمار. بعد الجواز عاوزة تقلعه، وبعد الجواز عاوزة تنزل صورها وكمان تظهر معاك في فيديوهاتك. احذر ثم احذر ثم احذر من النوعية دي، علشان انا اعرف واحد حصل معاه كده بالفعل. في اول الجواز قالت له انا تمام هعمل لك كل اللي انت عاوزه، وبعد ما اتجوزها ابتدت ترجع في كل حاجة اتفقوا عليها بدون اي مقدمات. فجأة انا مش عاوز البس الخمار، وانا عاوز انزل صوري تاني، وعاوز انزل صوري معاك، وعاوز اظهر معاك في الفيديوهات. خد بالك بقى شوية، هي كانت الاول موافقة على كل حاجة، يعني هي لو ما كانش عندها استعداد ما كانش زمانها وافقت، وكانت تقدر ترفض وخلاص وترتبط بالشاب اللي شبهها. لكن علشان هي ليها هدف معين من البداية، وهو المؤخر والموبايل الجديد وكم المصاريف اللي اي راجل فينا يصرفها على الست، كان هدفها الاستفادة ما بعد الجواز. ولما جوزها لقاها بترجع في رأيها في حاجات كتير ابتدت تتحول، اكتشف في الآخر إن كل ده كان تمثيل. بنات كتير جدا دلوقتي بيتجوزوا علشان خاطر المؤخر. في أهالي كتير مع كل أسف واخدين الجواز عبارة عن، آسف في اللفظ، سبوبة. بيعرضوا بناتهم للبيع عن طريق المكياج، عن طريق اللبس الملفت، عن طريق الحاجات اللي بتبان اللي هي ليك جميلة، وبعد ما بتتجوزها بتكتشف ان كل الحاجات دي مش حقيقية اصلا. خلينا اكلمك على حاجة وبمنتهى الصراحة، المكياج والحاجات الحلوة اللي انت شايفها قدامك دي فخ، والله العظيم فخ، علشان خاطر تقع في مصيدة الجواز. هي طول ما هي ماشية، معظم البنات كده، مش كلهم علشان ما بقاش بتكلم على كل الطبقات، بس معظمهم 90% منهم عبارة عن مصيدة علشان خاطر تصطادك. انت فاكر ان انت اللي بتختارها، بس الحقيقة ان هي اللي بتختارك. هي اللي بتحط عينيها عليك وبتلفت نظرك بحيث توصلك للدرجة اللي تخليك انت اللي تروح تكلمها، مش هي اللي تيجي تكلمك. بس احب اطمنك، دلوقتي هما اللي بيجوا يكلمونا، ومن بعدها بتكتشف ان كل ده كان مجرد تمثيل، وعلشان ارهقها التمثيل فبقت تتعامل على حقيقتها. انت حاولت تخليها في حتة محترمة، بس هي مش حابة ده. هي حابة تفضل في مكانها، لان هي دي قيمتها. الحقيقة بقى يا صديقي ان مفيش حد بيتغير، اسمها الانسان بيظهر على اصله، ولا اكتر ولا اقل. النوعية اللي زي كده اوعى تدخلها بيتك ولا تدخلها حياتك من الاساس. انا عارف ان الموضوع ممكن في اوله ما يبانش، بس فيما بعد عن طريق كام موقف، عن طريق كام سؤال، عن طريق كام اختبار هتعملهم معاها، تقدر تتأكد اذا كانت البنت دي بتعمل كده علشان خاطر هي فعلا مؤمنة بنفس المبادئ اللي انت بتقول لها عليها، ولا بتعمل كده علشان خاطر تتجوزك وتنول كل ما هو مفيد ما بعد الجواز بالنسبة للأنثى. ويا رب إن شاء الله وبإذن الله عن قريب جدا يرزقك ببنت الحلال اللي تستهلك واللي تكون نفس مبادئك. كان معاكم مؤمن الدين.